أصعب شيء هو الخذلان، من تثق لك بشخص وتربيه على ايدك وتوقفه على رجليه وتسنده، وآخر شيء ينكر العشرة والمداراة والربح سويته، آخر شيء ينكرهن ويبيعك بأرخص ثمن. المفروض ما ينساها طول حياته، ينساها بثواني. هي على الله سبحانه وتعالى ما راضي الناس. ليش ينكرون الجميل؟ الله سبحانه وتعالى من خلق الإنسان نكر فضل الله عليه. يعني لا تتوقع من يخذ لك واحد، لا تستغرب من يخذ لك شخص. هو احنا البشر خذلنا رب العالمين. من علامات الجبان اللي ينكر هالشي، لأن الإنسان مهما يكون ما ينكر الجميل، وما ينكر اللي شخص اللي وقف وياك وساندك ووقف لك بأصعب الظروف. المفروض أنت ترد له الجميل ولو ذرة، ولو شيء، ولو شكر. الشكر على الوقفات اللي وقفنا وياك وجازاك. آخر شيء بلحظة بشيء تبيع العشرة وتنكرها. ليش تشي؟ ليش؟ مو هذا الشخص وقف لك وسندك، سواك من لا شيء، وانت تجي حضرة جنابك التافه. يعني اعذروني من هاي المفردات، حضرة جنابك التافه، انت شلون تنكر هيك العشرة؟ ليش؟ ولك شخص وقف لك وسندك، المفروض انت تجازيه، مو تطعنه بظهره.